ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة هنزين مع بعض تورتاية لعيد ميلاد ولد كده جميل وأمور. هنعمله تورتاية جميلة وحلوة زيه بالظبط. انا هنا قطعت الاسبونج، تمام، جاهزة يعني الحاجة احنا هنزينها مع بعض وقريب قوي 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 قوي. هنعمل الاسبونج البيتي الجميل مع بعض. تمام. في سهرة الخميس بقى الجاية ان شاء الله نعمل الاسبونج بإذن الله. تمام، انا هنا مقطعه الاسبونج 3 رقات. تمام، ده كوبايه دقيق و4 بيضات. تمام، ان شاء الله هنعمله مع بعض. انا هنا زوقت ابتديت يعني في تزيين التورته بتاعتي. قسمتها 3 رقات. تمام، ضربت الكريمة بتاعتي ضرباها. حاطة 100 جرام كريم جانتيه، وحاطة 50 جرام باستري، وحطيت سكر على حسب ما تحبي السكر. انا هنا بحب احط كريسبي قوي ما بين الطبقات. تمام، حطيت الكريسبي وحطيت الطبقة التانية. تمام، هي مايلة شوية بس احنا هنظبط الطبقات بالكريمة زي ما اتفقنا، الحتة العالية والحتة الواطية، ونجيبها نظبطها بالسكينة كلها. تمام، وبعد كده انا هخلي لونها اصفر، انا عايزاه لونها اصفر عشان التزيين اللي بعد كده. فانا حطيت لها حبه الوان جل كده على قد ما ادتني اللون الاصفر اللي انا محتاجاه. انا هنا كده بقى ابتدي اجلسها، يعني مش هجلسها، ابتدي الاول ان انا اغطي كل السبونج اللي باين، وواحده واحده عشان ما اخليش السبونج يطلع في الكريم جانتيه معايا وانا بجلس كده، يعني بغطيها بمعنى اصح الاول. تمام، واحده واحده كده وانا بغطيها بالكريمه. تمام تمام. انا كده بحاول اغطيها واظبطها، والحته المايله برضو اظبطها بالكريمه، احنا اتفقنا الحته المايله هنظبطها بالكريمه. شايفين هنا ظبطتها اهوت. تمام، انا هنا مش هحتاج اجلسها مرتين، انا بس هظبطها، يعني هظبطها كويس جدا 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 بالكريمه، واظبط الحواف بتاعتها عشان انا هعملها بالمشط اللي حضراتكم شايفينه دوت اللي بيخلي فيها خطوط. تمام تمام. هعمل الجناب بالحته اللي هي الناحيه الواسعه الاول اللي انا وريت لكم فيها، وفوق هنعمل بالناحيه الضيقه، يعني ناحيه المشط الضيقه، شايفين، ونلف نلف 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 كده واحده واحده. تمام، اللي تتملي كريمه نروح شايلينها عشان ما تبوظليش الدنيا بعد كده. تمام تمام. دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي معانا شوكولاته بيضه حته صغيره خالص، ومعايا التزيين اللي هزين بيه، انا هزين بالتوبر دوت، التوبر ده تحفه قوي. تمام تمام. هقصقصه بقى واحده واحده كده وانتي بتقصقصي علشان ما تبوظيش الشكل، وبالراحه كده بالمقص لو عندك مقص ارفع من ده. تمام، بس انا بصراحه يعني حبيت الشغل بالمقص ده، فقعدت اقصقص كده بالراحه، ويعني اظبط الشخصيه بتاعتي كويس قوي كده، واحاول اظبطها على قد ما اقدر وان انا ما بوظهاش. هي مجهود شويه بس تغيير من التورتات المعتاده اللي احنا واخدين على شكلها. تمام، واحده واحده، واخلي بالي وانا بقصقص عشان حرام ما بوظش شكل، يعني واحده واحده. تمام، على الهادي كده، واحده واحده. اقصقص كل شخصية واحاول ان انا ابين، يعني ابرز الحاجات اللي فيها، مثلا اذا كانت ايد مثلا هنا في البلالين دي، احاول اظهر شكل البلالين شوية. اليافطة، في يافطة كده هو هحاول برضو اظهر شكل اليافطة شوية، وواحدة واحدة وعلى مهلي عشان ما بوظش تعبي، لان انا يعني انتي ده كده بتبقي تعبانة فيه. تمام، واحدة واحدة خالص عشان اظهر الشخصية من غير ما ادمر الشخصية اللي جنبيها، لان طبعا ورق التوبر بتيجي هي على بعضها زي ما شفتوها في الاول كده، وانتي بتخرجي الشخصيات بتاعتها علشان خاطر تزيني بيها التورته بتاعت حضرتك. تمام تمام. وانا كان معايا قطعة شوكولاتة بيضة، ايا كان تحبيها، بيضة غامقة صفرة حمرا، ايا كان الوان الشوكولاتة كتير، عشان خاطر ادهن بيه التوبر من الظهر ورا، عشان لما الزقه على الكريمة التوبر بتاعي يعني بيحصله زي بيبوش كده، او بيحصله علامات كده. طبعا كلكم عارفين الورق لما بيتبل ايه اللي بيحصله، فهو ده نفس الكلام في الشوكولاته، هتحميه شويه من ان هو يعني الميه تبوشه او تديله علامات كده زي ما احنا عارفين وفاهمين. تمام تمام. هنا على قد ما اقدر بحاول اظهر شكل الشخصيه بالمقص كده، ودانها، ايديها، رجليها، احاول على قد ما اقدر على الهادي كده. هو
هنا شكل النحل طبعا بالراحة خالص لان هو صغير قوي، فيعني بالراحة خالص عليه واحنا بنقصقص شكله. تمام. وانا بعد ما خلصت التورتايه دي انا اللي كنت مبسوطه بيها قوي، كل شويه اتفرج عليها واقعد الف ال القعده الدواره دي، فرحانه بيها قوي بجد، شكلها لذيذ وخارجه عن كل التورتات اللي عملتها شوكولاته فانيليا. كنت عامله تورته عليها صوره ابني، فكل دوت خارج عن المألوف اللي انا اتعودت عليه. انا هنا سيحت الشوكولاته البيضه وبدهن ظهر التوبر عشان ابتدي الزق فوق التورتايه بتاعتي. تمام. هبتدي الزق بقى البو او الحاجة. تمام. واليافطة دي بس انا كنت حيرانة بصراحة، لسه مش عارفة احط الاشكال ازاي، والدنيا معايا لسه ما كانتش لذيذة قوي لسه، يعني مش الشكل مش واضح قوي في دماغي. عارفين انتوا انا بخش اعمل التورته وانا مش محدده الشكل، يعني زي ما بيطلع كده معايا. انا هنا كده خلاص خلصت التورتايه القمرايه الجميله اللي رايحه لولد قمر زيها كده هوت. ده كان تزيين بسيط وخفيف كده معاكم. ما تنسينيش بقى في اللايك، حطي اللايك عشان يوصلك مني كل جديد، وعايزاكي تكتبيلي في التعليق ايه رأيك فيها. وان شاء الله باذن الله هنعمل باذن الله اللي يكون قريب جدا جدا. حطي اللايك، ما تنسينيش في اللايك. ودي كانت تورتايه النهارده، حاجه كده جميله وخرافيه وجديده وخارجه عن المألوف. يا رب يكون عجبكم، وياريت تحطولي لايك. سلام.